الريف عامل بحاجات كتير جدا وتفاصيل كتير لما بيتنقل عبر الدراما المصرية بيحقق مشاهدات كتيرة لأن هو عنصر جاذب بكل أدواته إن الناس تتفرج عليه بقضاياه وبمشاكله. وخاصة يعني مفيش سنة من سنوات أو من أعمال الدراما سواء للسينما أو المسلسلات التلفزيونية اللي ما بتخلو من فيلم أو عمل بيتناول الريف وبيبقى محقق مشاهدات عالية. السنة دي بقى في دراما رمضان كان في أكتر من عمل، بس كان منهم عمل ملفت للنظر جدا، كان طبعا ظلم المصطبة. وشفنا قد ايه ان العمل ده بيتناول قضايا المرأة وقد ايه ان هي مظلومة على مر سنوات كتيرة جدا في الميراث وفي حاجات كتير وفي القمع وفي القهر، وان هي لسه ما خدتش حقها رغم يعني الانفتاح الكبير اللي احنا بقينا فيه. كل دي موضوعات هنناقشها عن دراما الريف وعن الريف عامة مع ضيفنا اللي منورنا على الهواء مباشرة، الكاتب والناقد دكتور هاني الشافعي. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا. اهلا بحضرتك. يعني بما ان حضرتك دراساتك كلها تخص الريف ومش بس كدراسه، انت نفسك يعني من جذور ريفيه وعاشق للريف، واسالك بقى يعني السنه دي في دراما رمضان كانوا جايبين الريف في الاعمال الدراميه بشكل وافي فعلا؟ لا، هو اكيد مش زي زمان. المسلسلات والافلام زمان كانت بتتناول الصراعات الريفيه بشكل اوسع. ممكن ده بيسلط الضوء، المسلسل ظلم المصطبة كان بيسلط الضوء على جزء معين اللي هو المواريث وخلافه واضطهاد المرأة. لكن الافلام والمسلسلات زمان كانت بتدي مساحة اكبر لقضايا الريف عموما، لان الريف مش المرأة بس، الريف قضايا كتيرة. والريف في فرق كبير قوي، فرق اجتماعي ما بين الريف البحري والريف الجنوبي. يعني الريف الجنوبي له عادات معينة والريف البحري له عادات مختلفة، والريف الجنوبي له عيوب والريف الشمالي برضه له عيوب. بس معلش انا استوقفك لانه المشاهد العادي بيقدر يفرق ده بسهولة، ولا انت عشان متخصص فعارف؟ لا طبعا، هو طبعا احنا اي حد شاف الوتد، شاف الارض، شاف الحرام، هيعرف انه الزوجة الثانية كل ده ريف شمالي. لكن اي حد شاف ذئاب الجبل مثال، الافلام دي والمسلسلات دي الصعيديه واضحه من اللهجه والاتموسفير بتاعها كله انه في الصعيد. لكن العادات والتقاليد واحده؟ لا، مش واحده. العادات والتقاليد مختلفه. يعني العادات والتقاليد في الصعيد اشد تمسكا، قبليه اكتر، فيها قبليه وفيها حميه شويه عن الوجه البحري. الوجه البحري منفتح اكتر من الوجه القبلي. وإن كان الوجه القبلي العواصم بتاعتها دلوقتي اللي ما راحش الريف، اللي ما راحش الصعيد وبيسمع عنه بس، هيتفاجئ اما بيروح عواصم المحافظات بيلاقيها زي القاهرة بالظبط. فالانفتاح في الوجه البحري أكتر، نسبة التعليم في الوجه البحري أكتر من الوجه القبلي أو الصعيد. الهجرة، المحافظات الشمالية طاردة للسكان، فالطرد للسكان ده طرد مؤقت، بمعنى ان نسبة التعليم في الريف الوجه البحري اعلى. مفيش بيت ما فيهوش 2 و3 في الجامعة. بيحبوا وكمان بيقدروا كلية الطب جدا، ده الملحوظة اللي طبعا شفتها تحديدا. طبعا، وده حتى العروسة بيتقيم الشبكة بتاعتها هي كلية طب بشري ولا اسنان. يعني مش بس طب، لا ده الطب البشري لها وضع والاسنان لها وضع والصيدلة لها وضع. بقت التعليم بتاعها بقى عالي قوي، وده مفاجأة، ما كانش كده قبل كده طبعا. الفرق في موضوع الهجرة ان الريف الشمالي الوجه البحري اولا الحيازات الزراعيه في الوجه البحري قليله، يعني قليله ما تلاقي واحد عنده يعني عشرات الفدادين، مع ان ده موجود في الصعيد. في الوجه البحري المحافظات طارده للسكان لان نسبه التعليم كتيره وما فيش، والبلد زراعيه، فهو هيشتغل فين؟ واحد خد طب واحد هندسه هيشتغل فين؟ فدي محافظات طاردة للسكان، بيجوا القاهرة بيروحوا العواصم المدن يشتغلوا فيها، بس زي ما بنقول هجرة مؤقتة. يعني تلاقي لازم يقضي الويك اند والقرب المسافة. بس ما بقوش يزرعوا أرضهم زي الصعيد كده؟ بيزرعوا أرضهم، الفلاحين اللي موجودين بيزرعوا أرضهم، لكن مش أبنائهم بقى. مش أبنائهم. أغلب الأبناء زي ما بقول لحضرتك نسبة التعليم ارتفعت، فارتفاع نسبة التعليم بيخلي الناس في هجرة، بس هجرة مؤقتة زي ما بقول لحضرتك. الهجرة المؤقتة دي معناها ايه؟ انه ممكن ينزل في الويك اند، لان القاهرة قريبة من الوجه البحري جدا.
تاني حاجة دائما مربوط جذوره بمكانه. فتلاقيه عنده بيت هناك، بيقضي العيد هناك. الصعيد فيه نوعين، فيه هجرة متوسطة الأمد اللي هو العامل أو المهندس أو خلافه، يجي يعيش في القاهرة أو في اسكندرية، ممكن ينزل أجازة كل 6 شهور مرة. وفيه هجرات دائمة، تلاقي حضرتك لو نزلنا مثلا في منطقة المقابر أما بنروح زيارات سياحية للتراث، مقابر المماليك وخلافه، بنلاحظ كتير قوي نشوف اليافطة مكتوب عليها مدافن عائلة كذا بقنا، مدافن عائلة كذا بأسيوط، مدافن عائلة كذا بسوهاج. فالهجرة عندهم هجرة دائمة، بدليل انه كمان خد مدفن عشان حياته ومماته بقى في بلد تانية. الوجه البحري ما عندهوش الطابع ده، يعني 99% من سكان الوجه البحري ايا كان هو شغال فين او ساكن فين، غالبا بيعود سواء في ويك اند او في عيد او حتى في الوفاة، في نهاية حياته بيدفن في بلده. فده فرق ما بين الاثنين. الصعيد باستثناء النجوع الفقيرة كده، الثروات في الصعيد مجتمعة أكتر من الوجه البحري، فالكرم أعلى من الوجه البحري. الوجه البحري شيء فقير إلى حد ما. فلما تقيسي ميزة زي ميزة الكرم، تلاقي الصعيد أكتر. أما الانفتاح وعدم ظلم المرأة وتعليم المرأة وتمكين المرأة في الوجه البحري أكتر من الصعيد. تلاقي الطار في الصعيد أكتر من في الوجه البحري نادر جدا، في الصعيد أكتر، مع إنه بدأ يقل مع يعني في الألفية الثانية دي، بعد ما بقوا على قسط كبير من التعليم زاد والثقافة والانفتاح والإعلام وخلافه، فبدأ الموضوع يقل. بس ما زلنا بنقول إن في قبلية وفي الوجه الإبلي يتميز عن البحري في تقدير وتوقير الكبار. يعني كلمة الكبير تمشي على أي حد أيا كان مستوى تعليمه أو أيا كان هو صح أو غلط. الوجه البحري مش كده، لأن بقول لحضرتك أما بيحصل انفتاح الناس يعني بتتمرد إلى حد ما على العادات والتقاليد. بس في الميراث ما زالوا المرأة، وده بان حتى في المسلسل ظلم المصطبة، حتى باين من اسمه ان هي زي الصعيد بالذات برضه ما بيحبوش، عندهم مشكلة في الأرض، ممكن يدوها فلوس وممكن ياكلوا حقها، ده حسب، لكن مش عايزين راجل غريب، ويمكن ليهم شويه بعض الفكر في كده. تاني حاجه، في شويه عادات غريبه انا اتفاجئت بيها انها لسه ما زالت موجوده، اللي هي البشعه، ان هي اللي بيكذب بيلحس النار، والحاجات دي لسه موجوده. هو الجمله اللي كنت هقولها بعد ما قارنا ما بين مزايا الوجه البحري ومزايا الوجه الابلي وعيوب الوجه البحري وعيوب الوجه الابلي، انهم الاثنين يجتمعان في ظلم المراه في الميراث تحديدا. نادر من الناس، او للاسف ان انا بقول نادر، اللي بيدي اخواته حقهم في الميراث بشكل يرضي الله ورسوله او حسب الشرع او حسب القانون. واذا ادوها بيدوها زي ما حضرتك قلت، يا اما فلوس يا اما حاجه كده، يعني البواقي. فيجتمع الشمال والجنوب في الريفي في موضوع الميراث، غير العواصم، غير المدينه، غير القاهره، غير العاصمه يعني. فدول للاسف دي من الحاجات اللي تقريبا قدامنا وقت طويل لحد ما الناس تعي دينها وتعي القانون عشان يقدروا يدوا يعني المرأة بالظبط. بس انا وانا بتفرج استاذ، هل قانونا ما ينفعش ترفع قضية على اخوها؟ يعني لا، مش عارفة. عيب اصل ده القانون في صفها ولا هو القانون في صفها، ونادر اللي بيعمل كده، لان ما زلنا زي ما بقول لحضرتك في عادات وفي تقاليد وفي كبار وفي بس هيدوها حقها قانونيا. القانون طبعا ممكن يحكم لها. ما هو ايوه، مش هو اي انسان بيموت بيطلع له اعلام وراثه، واعلام الوراثه دوت بيعملوا ده. في حتى في القضايا في قضيه اسمها فرز وتجنيب. لو واحد له فرز وتجنيب، ده معناه ايه؟ لو بيت مشترك كده وميراث وانا عاوز الجزء بتاعي، فبرفع قضيه فرز وتجنيب عشان اخد حقي، وممكن يكون لا يصلح للقسمه، يعني يكون شقه لا تصلح للقسمه. فالقاضي يعني بياخد الموضوع ده بشكل فني معين، ولدرجه انه ممكن يتباع بالمزاد وياخد كل واحد حقه فلوس. فلا طبعا القانون ينصفها، ممكن ينصفها، بس غالبيه الناس طبعا حضرتك عارفه ان العلاقات ما بين الناس والاخوات مهما وصلت ما بتحبش توصل لمساله القضايا وخلافها، يعني ترضى بالظلم وخلاص للاسف. وده ميراث ثقيل يعني من زمان.
فهي دي من ضمن انا كنت المساوئ فاكره ان اللي قانونا موجودة. هناك او مش يعني القضاة بيبقى في حرج انهم يحرجوا لا يحكموا في القضايا اللي زي دي القاضي بيحكم، القاضي له قانون وبيحكم بيه. بس استحاله يتقدم. لكن هو صعب قوي ان اخت تشتكي اخوها او اخت تشتكي مع انه واكل ميراثها عادي. واكل ميراثها. واغلبيتهم في الاماكن دي حضرتك لو مندمجه اجتماعيا في الاوساط دي تلاقي بيضحك عليهم، يعني الموضوع ما بيبقاش عداوه وخلاف قتال يعني. معقوله ما بيضحك بيبقوش عليها. خلاف؟ لا يعني غالبيتهم بيضحك عليها بكلمتين وبهديه يعني بتبقى نوع من اكل الحقوق المغلف بسليفان شكله. لكن ما فيش مشاكل بتحصل في الحاجات اللي غالبيتها يعني نادر جدا ان احنا نسمع ان في مشاكل ان جوزها بقى ما ممكن يقف لها ويتفضلها يعني بس نادر جدا ما بنسمعش عن ان جوزها او ولادها بيعملوا مشاكل مع خالهم مثلا او ترفع قضيه. ده يعني هو موجود بس قليل. الى اي مدى انت شايف الدراما فعلا المصريه بتنقل الريف بشكل كبير وقضاياه، ولا ما زال لسه في قضايا المفروض تطرح؟ لا، في قضايا كتيره لم تطرح، ومن ضمنها اقصد ان المسلسلات والافلام بيسلط الضوء على جزء معين في الريف، ميزه او عيب، ويقعد يشتغل عليها. مفيش عمل يعني مثلا لما جينا نتكلم عن فيلم الارض، الموضوع كله قضيته في الارض والتمسك بالارض. ما كانش فيه عيوب ومزايا الريف الا في سياق السيناريو. البخيل وشيخ حسونة مثلا اللي هو باع ضميره عشان الطريق يبعد عن أرضه، مع انه كان راجل ثوراجي وراجل بيتكلم وراجل بيهتف. بس احنا عارفين وشايفين في حياتنا الناس اللي بتهتف كتير مش بيعملوا حاجة. فحتى الشيخ حسونة كان نموذج للنماذج الناس اللي هي قال الله وقال الرسول، وكان قائد ثوراجي في الفيلم. ومع ذلك اول ما جاله الفرصه ان الطريق يبعد عن ارضه باع البلد وباع مبادئه وباع ضميره وحول الارض حول الطريق ومشي. فالسياق العيوب ومزايا المجتمع الريفي في فيلم الارض ما ظهرتش الا في سياق درامي، سياق السيناريو والحوار. اللي بيدقق واللي بيركز يشوف الشيخ حسونة ومواقفه، يشوف الشيخ يوسف الراجل اللي كان بيبيع بالذرة وبالبيضة. أول ما الفلوس جت بطل يبيع لأهل البلد بالبيضة والذرة وعايز يبيع بالفلوس. فده برضو نوع من البيع، يعني من البيع ايه؟ بيع الضمير، او يعني خيانة أهل البلد. بس هو زمان كانوا بيبيعوا فعلا بالطريقة دي؟ أنا شخصيا لحقت كده. اللي هو مفيش فلوس اوراق لا ماليه؟ في فلوس طبعا. احنا ايامنا انا لحقت القرش وانا طفل صغير، بس اللي انا اقصده ان الارياف لحد ما انا كنت في تانية تالتة ابتدائي كان المحلات بتقبل كوز ذرة ان انا نجيب بيه مصاصة. انا شخصيا عشت يعني جربت حاجة زي كده. طب صاحب المحل بيصرف ازاي؟ بياخد بقى الذرة ده كله ويبيعه، فهو بيكسب اكتر. هو فعلا بيكسب اكتر بيضحك علينا. كوز الذره ده مثلا يسوى 3 قروش 4 قروش، انا بجيب مصاصه بقرش بس بكوز ذره يعني. فالفكره ان هي دي السياق بتاع عيوب ومزايا الريف. للناقد او بيفهم سينما او بيفهم مسرح بيفهم دراما ممكن يقرا كل ده في فيلم الارض، لكن الرسالة العامة اللي بيشوفها المشاهد العادي جدا ما بيشوفش الا التمسك بالارض وبس. فيلم الارض. لو رحنا زي اكبر مسلسل كان فيه اسقاط عظيم قوي، الناس في كفر عسكر. ده يعني رواية رائعة، واستاذ بشير الديك السيناريست. رواية الناس اللي ملهاش اصل ولا فصل وجم يسيطروا على الارض، واصحاب الارض بيكافحوا قد ايه عشان ارضهم، وقد ايه غلاوة الارض، وقد ايه القيم بتاعة الوطن. لان الوطنية دي اول واحد علمنا الوطنية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد علمنا الوطنية وكان بيبكي يوم الهجرة وملتفت وعيونه دمعة وبيقول ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. فدي قيمة من اكبر قيم الوطنية. في ناس طبعا مزيفي الوعي بيقولوا ان قبل سايكس بيكو ما كانش فيه بلاد. لا، كان فيه بلاد، كان فيه مصر وكان فيه العراق وكان فيه الشام. طول عمرنا عندنا بلاد، مفيش حاجة اسمها سايكس بيكو اللي قسمها. هو قسم الحدود بشكل اللي احنا شايفينه الحالي، لكن كل بلد كانت وطن لأهلها وبيدافعوا عنها بدمهم. فالأرض
قيمة عظيمة قوي. وعايز بالمناسبة البسيطة ديت أثمن الدور المصري في الحفاظ على قضية فلسطين وعلى رفض للتهجير وعلى تمسكنا بأرضنا. احنا كنا قدام إغراءات غير عادية إن الفلسطينيين يجوا عندنا وتصفى قضيتهم، ومع ذلك احنا رفضنا كل الإغراءات رغم الضغوط الاقتصادية اللي احنا فيها، واحنا في أمس الحاجة للأرقام اللي أعلنت، ومع ذلك مصر كانت وقفة عظيمة. والرئيس برضو وقف وقفة جميلة، وخطابه أول امبارح في القمة العربية كان خطاب هو المفهوم اللي بنتكلم فيه ده، يعني ايه وطن، يعني ايه أرض. وهو الوحيد. مصر طول عمرها كبيرة، كله بيزايد على مصر، بس مصر مش ما فيش حد يقدر يزايد عليها، لأنها الكبير ما حدش يزايد عليه. بس للأسف الشديد في مصريين بيزايدوا على مصر، وده اللي احنا الصراع اللي احنا شغالين فيه وبنتكلم فيه، رفع الوعي. لو رفعنا الوعي وعرفنا الناس يعني ايه مصر وقيمة مصر، المصريين، انا مش عايز اقول للناس اللي بره مصر قيمة مصر، انا عايز اعرف شباب مصر قيمة مصر عشان ما يزيدش على بلده. طبعا اكيد. ولكن الاعمال برضو الدراميه الجميله اللي انا في ذاكرتي كان بيتكلم عن الريف بشكل عام، مسلسل الوتد. يعني وقبل ما نتكلم باستفاضه عن مسلسل الوتد هنذكرك بقى، نروح معاكم مع الساده المشاهدين ونشوف مشهد من مسلسل الوتد، نرجع نكمل معاكم. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. الحقيقه ان مسلسل الوتد ده وفاطمه ثعلبه والدور ده كان بيجسد المراه القويه في الريف، اللي احنا اول مره واتفاجئنا ان ممكن في ست بتبقى في الريف قويه، فاكرينها مكسوره الجناح وغلبانه وكده. هو في كل قريه وفي كل عائله ممكن تلاقي ست وتد، زي عمنا خيري شلبي ما جايب الفنانه هدى سلطان الوتد بتاع البيت. في ستات كتيرة في الأرياف شخصيتها قوية جدا وهي المتحكمة في البيت حتى لو جوزها عايش، زي مسلسل الوتد. وفي بعد ما زوجها بيتوفى بتكون هي المسيطرة، ولأنها بتجوز ولادها معاها في نفس الدار، فبتكون هي القائد وهي اللي بتأمر وتنهي. فالشخصية دي مكررة وكتير مش قليلة. فشخصية الوتد ومش كلهم الوتد مش دايما بيكون في قوة الشخصية زي هدى سلطان. ساعات الوتد كمية الحنان والحب والعطاء. انا النهارده فقدت وتد في عيلتنا، هي جدتي توفت النهارده، دوام لله. دي كانت بشبهها بالترومبة. عارفه حضرتك الترومبة؟ الترومبة دي ماسورة نازله في قلب الارض وسط الطين والتراب، وبتطلع ميه عذبه جدا. هي كانت بكل مصاعب الحياة وفي كل مشاكل الدنيا هي اللي بتدينا، هي الشيء العذب اللي في حياتنا، هي اللي بتدينا الكلمة الحلوة، وهي اللي بتصبرنا على الصعوبات. وهي كانت مسنة كبيرة، وكانت نموذج. النموذج ده موجود في قرى وفي عائلات كتيرة قوي. نموذج بنسميه الجميزة، لأن الجميزة من أفضل الأشجار اللي تمتاز بالأصالة، وإن كله بيتحلق حولها. الجميزة رمز الكرم، لأن الناس بيفرشوا تحتها وياكلوا، واللي معدي، بنتكلم زمان طبعا، اللي معدي بيجي ياكل معاهم. الجميزة ساعة العصاري بيقعدوا يعملوا تحتيها الشاي. الجميزة ظلها ظليل وفيها فاكهة طعمها حلو. فالجميزة كانت دايما تتزرع على المدارات. يعني ايه المدار؟ الساقية لها دايرة كده اللي بتمشي فيها البقرة، فكان دايما الجميز ده بيتزرع على المدارات، فتلاقي دايما المدار ظل. ففي السيدات الكبار العظام اللي زي دول يطلق عليهم مجازا في الأدب عموما الجميزة. فدائما لفظ الجميزة في مفردات الأدب بيكون بيتكلم عن المرأة اللي من النوع ده. أنا مش بقول كده عشان هي جدتي، بس هي فعلا كانت حاجة. أنا فقدت نصف روح الريف بفقدانها. ربنا يرحمها يا رب. الريف يعني فالسيدات زي الدكتورة زي هدى سلطان في مسلسل فاطمة ثعلبة، هل شخصية حقيقية يا دكتور؟ أيوة حاسة انها يعني اوفر لولا الرقابة اقول لك اسامي ناس من البلد. في ناس قوية كده وبتبقى قوية جدا ويسمعوا كلامها. طبعا. وانا اتفاجئت ان جوزها كان عايش. جوزها عايش عظم في قفة زي ما بيقولوا عليه. يعني السيدات في الريف في بعضهم قوية الشخصية جدا وهي المتحكمة الأولى والأخيرة. في بعضهم في الصعيد بس نادر. لو شفتي حضرتك فيلم كتكوت كان عنده الكبيرة
الكبيره دي، الست الكبيره دي كانت هي اللي مسيطره، وهي اللي بتقول لهم تاخدوا بطار مين وما تاخدوش بطار مين. دي شخصيه موجوده في الصعيد وموجوده في بحري. فزي ما قلت لحضرتك، في شخصيه بتبقى كبيره بحنانها وبعطائها وبدروسها، رغم انها اميه لا تقرا ولا تكتب، بتدينا دروس في الحياه، بتدينا دروس حقيقيه في الحياه. وفي بالشخصيه، وغالبا بيكون للاسف رايها غلط، وبيبقى دائما الظلم في بيوت العيله اللي من النوع بتاع فاطمه ثعلبه. الظلم هو والمراه بتتعرض، يعني زوجات الابناء بيتعرضوا للظلم بين في مع الشخصيه دي، مع شخصيه في التعامل زي فاطمه. حتى انت عارفه الفلاح طول حياته ما عندوش دخل غير أرضه، فهو بيراقب زرعته تكبر عشان يقدر يأكل ولاده، فبيبقى في نوع من الحرص شوية، مش هنقول البخل بس الحرص، لأن البخل والكرم دي بيتباين بين الأفراد، ممكن إخوات، واحد كريم واحد حريص أو شحيح أو كده، لكن الفلاح بطبيعته من قديم الأزل لأن ملوش دخل غير زرعته، فبيبقى عنده حرص شوية. فالنوعيات دي من الستات كانوا بيقفلوا على الخبز العيش وعلى الرز وعلى الدقيق وعلى الزبدة، وبتخرج بمقدار لهم، فهي اللي بتتحكم في أكلهم. فإذا تحكمت في أكل إنسان فأنت تحكمت في قراراته، تحكمت في كل شيء. فكانت فاطمة ثعلبة هي من النوعية اللي هي بس الريف الجنوبي بقى ست برضو بنفس القوة دي ولا لا ما تقدرش؟ الريف الجنوبي نادر جدا انك تلاقي ست زي مثلا لو علجت في فيلم كتكوت اللي هي الكبيرة، اللي كانت جدة محمد سعد. ايوه لكن الغالبية ما هيش موجودة في الصعيد. الموضوع ده موجود في الوجه البحري تحديدا. لكن ما فيش لا في الصعيد قليل لا يذكر يعني. لكن في الريف كتير، انت ممكن تلاقي في كل قرية 5 6 10 ستات من النوعية دي. بس في حاجة لازم برضو، التطور اللي حصل في القرى، زمان كانوا بيسكنوا في دار فلاحي، وفيها غرف خدمة بيسموها القاعة أو القاعة، وفيها الفرن وفيها حظيرة المواشي، وفي الدور اللي فوق في غرف، دي غرف النوم. فكان كل ولد بيكبر بيتجاب له سرير نحاس ويتجوز فوق، واللي جنبه يبني له أوضة جنبها لابنه الثاني والثالث والرابع. فكان العيشة في بيت واحد وفي دار واحدة كانت السلطوية دي بتبقى موجودة أكتر، لأن زي ما قلت لحضرتك هي اللي بتديهم الأكل وهي اللي بتديهم الشرب. بس ده موجود لغاية دلوقتي؟ قليل، لأن دلوقتي البيوت بقت اتغيرت، فبقى في استقلالية، بقى في شقة لكل واحد، وكل واحد بيته فيه بوتاجاز، وكل واحد، فبقى في شوية استقلالية، وإن كانوا عايشين في بيت واحد بس شبه عمارة، يعني عايشين في عماره بس كل واحد لوحده. كنا واحنا في الفصل بنعلق على فيلم الوتد ان البيت ده ريفي بجد. أيوة. يعني لدرجه انك قلت لي ان هو حقيقي، وده دايما حاجه باخدها على المسلسلات الدراميه والاعمال، انه مش بينقلوا الحقيقه، الشكل العيشه بتاعتهم وديكوراتهم والفرش بتاعهم بيبقى مش حقيقي الشكل ده. هو المدنيه طغت على الريف، على الحياه الريفيه. طبعا احنا مش ناس عشان عايشين في القاهرة وبنروح نتفسح ويك اند او يوم او اتنين، فاحنا عايزين الناس تعيش في بدائية عشان احنا نستمتع، وان كنا بنستمتع جدا بشكل البيت الفلاحي والفرن وخلافه، لكن دي كانت معاناة حياتية بالنسبة لهم ومجهود بدني غير عادي. قلة مدنية. دلوقتي الدنيا بقت سهلة. فانقرضت الأرياف، القرى انقرضت فيها البيوت الفلاحي أصلا. يعني ممكن تلاقي في كل قرية، أنا في اعتقادي يعني حسب جولاتي في الريف، ممكن تلاقي كل في قرية فيها بيتين أو 3، وغالبا ما هم ساكنين فيهم، بيبقوا عاملين لهم مخازن، لكن هم بانيين عمارات. ودلوقتي للأسف الرؤية، التلوث البصري في الريف بعد الخضرة الجميلة دي بقت كلها عمارات وغابات من الأسمنت. البيت اللي هو الوصف بتاعه اللي احنا عارفينه أو بنشوفه في الأفلام القديمة نادر جدا انك تلاقيه. فكان المخرجين بيروحوا يصوروا في البيوت دي، أما يحب يجيب الواقعية مظبوطة. دلوقتي في ندرة غير عادية
للبيوت دي، وان كنت انا متحفظ على نكراني لبنائهم للعمارات، لان من حقهم يعيشوا مداريه اعلى، من حقه يبقى عنده سيراميك وعنده سخان وعنده بوتاجاز اشعال ذاتي مش لازم يخبز على الفرن ويعينيه ودخان وخلافه. هو انا بستمتع ان انا اشوف الحاجات دي، بس هو من حقه انه يتطور. خلاص. وفي حاجه تانية كمان، عادات الزفاف. انا اتفاجئت بحد باعت لي فيديو لفرح في الريف، الطياره اللي بالكاميرا دي في أيوة. الفرح. انا مصدومه، يعني الفرح بقى مختلف، متطور جدا، صح؟ الارياف دلوقتي بقت تعمل زي المدن وزياده شويه في موضوع الافراح دلوقتي تطورت بشكل غير عادي، وبقت الدرونز دي اللي بتصور الافراح دي، بتصور المعازي كمان، يعني في الوفيات بتصور الوفيات، وبيجيبوا ميكسر يصور الصوان والقارئ بيقرا والناس بتعزي ويحتفظوا بيه ويرفعوه على يوتيوب. الوضع اختلف تماما. بس المشكله اللي في القريه انها تمدنت حضاريا ومعماريا، ولم تتمدن بشكل كافي يعني فكريا. احنا في مجموعة الشباب وبالذات الجيل اللي هو صغير، بتشوف الشاب ولا هو مدني يعني، ولا هو متمدن، ولا هو قروي، هو حاجة كده مش مفهومة. فهو اللهجة. طيب لا اللهجة اتغيرت، معظم الناس بتتكلم، الكبار في السن اللي معدين ال60 وال70 هم اللي بيتكلموا بلهجة بلدهم. الناس اتغيرت من الإعلام زي ما قلت لحضرتك، والجامعات والاختلاط وخلافه، فاللهجة اتغيرت. واللهجة مش عيب، لكن العيب ان احنا بنلاقي شباب شكلهم مش ده، يعني ما ينفعش يبقى ده قروي، ولا ينفع يبقى حتى من مدينة. هو بقى في المسخ اللي حضرتك عارفاه الجديد، اللي هو صورة البلطجي او صورة اللي عامل شعره بشكل معين وبيتكلم باسلوب مش لا لطيف. في كان مسلسل شباب امرأة اللي اتعرض في رمضان، كان أيوة. هو جاي من المفروض من الريف، فكان واقف مش عارفه في الغيط، كان لابس تريننج تقريبا او كده، فاتوجه له نقد كبير ان الفلاحين مش كده وكده. بس انا ليا صديق كلمني قال لي لا انا بروح هناك بلبس تريننج، انا فعلا بلبس عادي كده. على حسب حضرتك التصوير او في شباب امرأة بيتكلم على العصر الحالي ولا ايام شباب امرأة؟ لا لو بنتكلم على العصر الحالي ما عادش حد بيلبس الجلابيه دي الا الكبار في السن فعلا. والناس الشباب بيصلوا بيها الجمعه. يعني الغالبيه لابس ترنجات. اتقلبت ازاي في لا الغيط طبعا، لابس وجواكت جلد وموتوسيكلات وكل حاجه يعني. ما بقول لحضرتك لا المدنيه طغت على القريه. بس للاسف القرى بتاعتنا ولا فضلت قريه ولا بقت مدينه. يعني احنا في منتصف طريق كده، مش واضح. فالريف محتاج تنميه، محتاج رفع الوعي والتثقيف يزيد. وزي ما قلنا كتير ان التعليم مش هو الثقافة، والتعليم مش هو الوعي، رغم ارتفاع نسبة التعليم في الأرياف، ولكن ما زال الريف بيعاني من مسالب وحاجات كتيرة محتاجة رفع الوعي عشانها. يمكن احنا نرجع للدراما ونقول انه انت مش راضي عن عايز اكبر قضايا يعني تتفتح اكتر، عايز ملفات اكتر تتذاع وتتفتح في الريف، تمام كده؟ أيوه. أنا بعالج في بعض القصص بتاعتي موضوع الريف بشكل مركز شوية. أنا عندي كتاب 49 قصة قصيرة، بتكلم في كل قصة عن موضوع يخص الريف. عندي قصة رئيسية كبيرة اللي هي إرث الكراهية، بتتكلم عن الكراهية إزاي بتتزرع في النفوس، وبتعالج قضية مشهور بيها الريف الشمالي غير الريف الصعيدي، هي الثرثرة، كتر الكلام. الريف ما زال فيه مشكلة الكلام فيما لا يفيد، والكلام فيما يفيد، وغالبه فيما لا يفيد، وبيتطور هذا الكلام انه يقطع العلاقات الناس ببعض، وبعض الكلام ده بيكون سبب في حسد وخلافه يعني. سبب. طب بس لازم عشان نعالج المشكلة لازم نعرف سببها. ايه سبب الثرثرة وكتر الكلام؟ الفراغ. والفراغ ده امتى؟ قديم، من الأربعينات والعشرينات، من اول ما الريف يعني من اول ما بنا يعني نعرف ريف او ينقلوا لنا في التلفزيون في السينما يعني ايه الريف. زمان قوي كان الفلاح ما عندوش اي وسيله تسليه، ما كانش فيه تلفزيون وما كانش فيه حاجه خالص غير انه يقعد مع جاره او قريبه يتكلم معاه. الفراغ ده بيخلي الناس تتكلم، تملى وقتها بايه؟ بالكلام.
فتطور هذا الكلام بقى جين في الناس. ومع المدنية ومع فضل الكلام. ومأساة الريف هي الكلام فيما لا يعنيك. بتلاقي حضرتك واحد عنده فدان أرض وجاره عنده فدان أرض، الاتنين قد بعض، حيازتهم قد بعض، بس ده اغتنى وده لسه فقير، مع ان يعني دخلهم واحد. ده أدار حياته بشكل صحيح وده لم يديرها بشكل صحيح. تلاقي اللي هو لم يديرها بشكل صحيح بيحقد على التاني ويتكلم عليه ويقول ما حدش ويبص له ويحسده والحسد شديد الحسد جدا هناك. بس عايزين نصحح عنوان او بوست مشهور على السوشيال ميديا ان الامام مالك وصى الامام الشافعي وقال له لا تسكن في الارياف فان الحسد فيها ميراث. الكلام ده مش حقيقي. وصايا الامام مالك ما كانتش كده، كان بيقول له لا تسكن الريف حتى لا يضيع علمك. علمه كان كبير قوي، ما اروحش اقعد في قريه واعلم 10 15 20 50. لا، اسكن في مدينه يعني تقدر علمك ينتشر اكتر. فطبعا انت عارفه السوشيال ميديا بيحبوا يحطوا شويه حوروا التاتش بتاعهم، حطوا التاتش بتاعهم وخلوها لا تسكن الريف فان الحسد في الارياف ميراث. الكلام ده مش حقيقي ومش موجود. مع بعض شويتين يعني. لا هم مركزين كتير غير الناس اللي قاعدين. ما اعرفش، انا بشوف في حاجه اسمها يقعد على راس الغيط. المصطلح ده كان غريب. قاعدين وعارفين من على بعد ده ايه وده عمل ايه وداخلين في بيت بعض. غير هنا احنا في العماره ما نعرفش اسامي بعض. ما بنسلمش على يعني مش مركزين مع بعض. هو في الريف لانهم كانوا الفلاحين جنب بعض بيقعدوا على راس الغيط عند القنايه يولعوا راكيه بالاوالح الذره ويعملوا شاي. فهيتكلموا في ايه؟ فبيتكلموا في سيره غيرهم، وكل واحد معدي لازم يتقال تاريخه وعمل وسوى وجاب وراح وودى، ورغم ان ده لا يعنيهم. مشكله الريف انه مش مستوعب ذنب الغيبه والنميمه. يعني دي مش قادره توصل لهم لانهم بيحبوا الكلام، وحب الكلام ده كتر الكلام بيعمل الفراغ بيعمل لقم. عارفه يقول لك ده لقم الفلاحين. لقم الفلاحين. دي الكلمه دي جات لي وازاي؟ اللقم هو الفراغ يؤدي الى لقم. انا وحضرتك قاعدين ما وراناش اي حاجه خالص لمده ساعتين. فانا حضرتك بتقولي لي انت اشتريت الحاجه دي منين؟ جبتها مطرح ما جبتها. فانت بتقولي لي يعني منين؟ طب بكام؟ اقول لك يعني مش غاليه. انا بستهلك وقت. انا تقولي لي كده جبت الحاجه دي، اقول لك من شارع كذا ب 50 جنيه، يبقى الموضوع خلص. لا، لازم يبقى فيه ده بيؤدي الى ايه؟ على فكره اللي احنا بنتكلم ده في علم الاجتماع. أيوه. ده بيؤدي مع الايام والتوائي، وده يبقى طبع في الانسان بيتورث في جينه لاولاده، وبيشوف والده بيعمل كده وجده. بس برضه نرجع نقول ده ماهوش لقم خيانه او لقم خبث، قد ما هو لف ودوران. يعني نقول برضه بس يعني ما زال برضه احنا ليه بقى عليه وما عليه ان برضه الارياف كل الاعمال اللي اتعملت دراما ريف جميله وبنستمتع بيها، وان شاء الله باذن الله يبقى لينا زيارات قريبه واعمال نتفرج عليها ممتعه بقى. يعني تمثل لنا وتجسد لنا الريف اكتر. حقيقه يا دكتور احنا استمتعنا مع حضرتك بالحلقه جدا النهارده، بنشكرك كل الشكر ليك. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا وكده خلصت حلقتنا النهارده معاكم وسهرتنا في برنامجكم مساء الفن. استنونا بكره ان شاء الله واسره جديده وسهره جديده من مساء الفن. دلوقتي اقول لكم تصبحوا بالف خير.